يا أولاد، النهاردة حصلت مصيبة في المتحف المصري الجديد. العقد الفرعوني الذهبي بتاع الملكة حتشبسوت اختفى فجأة من جوه الفتارين الزجاجية، ومحدش فاهم راح فين. بدأت أحجج ولقيت 3 مشتبه فيهم: رمضان الحارس، نرمين المرشد السياحية، وسعيد الكهربائي. رمضان الحارس الليلي قال إنه نام نص ساعة بس، ولما صحي لقى باب القاعة مفتوح، بس الغريب إن المفاتيح كانت لسه في جيبه. ونرمين المرشدة السياحية كانت آخر واحدة خرجت من القاعة قبل السرقة، وبتقول: أنا كنت بشرح للسياح عن الملكة، معرفش حاجة عن العقد. سعيد الكهربائي كان بيصلح الكاميرات في نفس اليوم، وبيقول إن النظام وقع بالصدفة لمدة 10 دقايق، ولما دققت في الفترينة لقيت القفل مكسور بحاجة حديد. يا ترى مين اللي سرق العقد يا أولاد؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات واعملوا لايك واستنوني في الحلقة الجاية.